سنة 1948 الشحرورة صباح كانت بدأت تمثل وتغني. وطبعا كان أبوها هو رفيقها في سفرياتها بين مصر وسوريا ولبنان، وكانت لسه متجوزة جديد وعايشة في مصر. وفي الوقت ده أخوها أنطوان كان عايش مع أمها وأختها لمياء في لبنان. اتعرفت أمها منيرة سمعان بشاب كان بيمثل مع أختها لمياء في فيلم لبناني، ونشأت علاقة غرامية بينه وبين أم صباح منيرة اللي كانت بتعاني من إهمال جوزها ليها واهتمامه بالسفر ومشوار صباح الفني. لما أنطوان أخو صباح عرف بالعلاقة دي اتجنن، وواحد من قرايبهم في لبنان قال له إزاي أمك تعمل كده وتكون على علاقة غرامية بشاب؟ لازم تخلص عليها. وبدأ أنطوان يقتنع بالفكرة فعلا ويراقب أمه لحد ما شافها مع الشاب بعينه قريبين من بلد اسمها برمانة بعيدة عن بيروت بحوالي 20 كيلومتر، عشان يقضوا يوم سوا مع بعض بعيدا عن عيون قرايبها وولادها. ساعتها الدم غلي في عروقه وخرج مسدس وخلص على أمه والشاب مع بعض. ولما فاق من اللي عمله هرب بسرعة بمساعدة قرايبه لسوريا اللي خافوا وقتها من انتقام أهل العشيق، وكان أنطوان عنده وقتها 18 سنة. ومن هناك سفروه على البرازيل بعد ما غير اسمه وعاش باسم ألبرت فغالي. أما الأم اتدفنت في مكان محدش يعرفه، حتى صباح نفسها معرفتش مكان دفن أمها فين. أنطوان في البرازيل اتعرف على ست من أصول لبنانية واتجوزها سنة 1955 وخلف منها ولد اسمه ريكاردو بقى موسيقي وملحن مشهور جدا في البرازيل، وبنت اسمها جنديرة بقت عضوة في مجلس النواب البرازيلي. وعاش حياته كلها هناك لحد ما مات سنة 2009 في البرازيل عن عمر 79 سنة، وصدر عفو عن الجريمة اللي عملها في لبنان بعد 20 سنة. وقدرت بنته تزور لبنان وتتعرف على صباح وعمتها وباقي العيلة. لكن صباح حكت إن أنطوان فضل طول عمره في البرازيل، وإنه كان بيحكي لأختها لمياء عن معاناته في حياته بسبب اللي عمله، لدرجة إنه قال لها لو مسك الذهب يتحول لتراب وما توفقش في حياته العملية. وقالت صباح إنهم قطعوه سنين طويلة بسبب اللي عمله، بس بعد سنين تواصلوا معاه لما عرفوا إنه عاش سنين ندمان ومتعذب. صباح حكت إنها كانت في مصر وقت وقوع الجريمة، وقبلها حلمت بأمها إنها ماتت، وكانت بتقول لجوزها في الوقت ده نجيب الشماس، حاسة إن أمي مش بخير، واتشائمت من الحلم ده. ورغم إن نجيب جوزها كان عارف وقتها بس ما قالهاش. وصباح عرفت بعدها بكام يوم من الجرايد اللبنانية واللي كانت بتوصل مصر متأخر بعد كام يوم من صدورها، ووقتها كتبت عن الجريمة بالتفصيل وهروب أخوها وموت أمها. صباح قالت إن القصة دي فضلت طول حياتها مش قادرة تنساها، وإن أمها حتى لو غلطت في لحظة ضعف لكن ما كانتش تستاهل النهاية البشعة دي. وقالت إنها وأختها لمياء ما بيقدروش يعدوا من جنب المكان اللي ماتت فيه أمهم رغم مرور سنين طويلة على الموضوع. لو عجبتكم قصص الفنانين وخباياهم اللي محدش يعرفها، ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا رأيكم في التعليقات. ونهاية الكلام، سلام.